مرحبا بكم مزيوناتي بقناة بنيتة وماماها. اليوم جبت لكم كويرات ديال الطاجين، كويرات ديال السردين بطريقتي. اللي صراحة الوجبة هذه سهلة لذيذة كتجي غزالة، خصوصا ان المدينة ديالي معروفة بالسردين ديالها شحال مزيون، فقلت نصاوب لكم هاد الطاجين هذا. ودابا غادي نبداو المقادير. عندنا 2 حبات ديال الطماطم محكوكين، عندنا 2 معالق كبار ديال المعدنوس والقزبور، وعندنا 2 فصوص ديال الثوم، وعندنا نصف كيلو ديال السردين منقي ومغسول طبعا. وبالنسبه للتوابل فعندنا الخرقوم بلدي، وعندنا التحميره، سكينجبير، الابزار، الكمون والملح. اول حاجه كنوضعوا الطماطم المحكوكه في الطاجين، من بعد كما كتشوفوا كنزيدوا عليها التوابل ديالنا. بعد كنزيدوا عليها معلقه كبيره ديال القزبور ومعدنوس. كنحكو 2 فصوص ديال الثوم اللي عندنا، وكنعملو الزيت وكنوضعوهم فوق النار. في هاد الاثناء هادي اللي كيكون الطاجين فوق النار، كنمشيو حنايا باش ناخدو السردين ونطحنوه كما كتشوفوا في الفيديو. ملي كيتطحن كناخدوه كنزيدو عليه معلقه ديال القزبور معدنوس اللي بقات لنا، وكنزيدو عليه التحميره، وكنزيدو عليه الخرقوم بلدي. كنخلطوا هاد المكونات مع بعضياتها، ومن بعد كنعملوهم كبيرات وكنوضعوهم فوق الطاجين اللي كان فوق النار. انا هنايا عملت الفلفل الخضر والاحمر، زينت به طبعا الطاجين ديالي. زيت الزيتون الناس اللي كيبغيوه حسب الرغبه. حطيت الحامض مسير في الوسط. ومين كنعرفوا بلي مين كنشوفوا بان الطاجين قرب يطيب كنزيدوا ورق سيدنا موسى. انا عملت ورقه واحده. والفلفل الاحمر حيت ماما كيعجبها طبعا كنزيدو. وعصرت عملت عصير ديال نصف ليمونه. وهذا الطاجين ديالنا ملي طاب. الصراحه وصفه سهله، كتشهي بنينه بزاف. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا. اللي اول مره كيشوف القناه ديالي كنتمنى يضغط على زر اشتراك باش يشوف الفيديوهات ديالي الماجي ان شاء الله اللي غيكونوا احسن واحسن. كنشكركم على تشجيعكم وعلى التعليق ديالكم. كنتمنى نكون في حسن الظن ديالكم بالصحه والراحه، وشكرا.